يوم جميل عليكم، أو بالمصري القديم هيرو نفر عليكم. واحد كان مسافر في رحلة وفجأة حصلت كارثة كبيرة، والنتيجة إن كل اللي معاه ماتوا إلا هو بيكون الناجي الوحيد، عشان فجأة يلاقي نفسه على جزيرة معزولة لوحده وبطوله منه للبحر والطبيعة. وبعد اللي سمعتوه أكيد في ناس نط في دماغها على طول فيلم كاستاوي، أو فيلم لايف أوف باي، أو جايز حد افتكر السندباد البحري، أو قصة روبنسون كروز الإنجليزية المعروفة. لكن المفاجأة إن دي حكاية عندنا في مصر القديمة، ومكتوبة بقالها 4000 سنة، وباسم البحار الغريق. وتبدأ القصة بمشهد سينمائي على حوار ما بين البحار بطل حكايتنا، وهو بيتكلم مع القائد بتاعه الأمير، وبيوصف أجواء المينا في جمل قصيرة وسريعة أكننا بنشوف لقطات كلوز اب. المراكب بترسو على الشط، البحارة ماسكين المطارق وبيدقوا على الأوتاد وبيربطوا الحبال لتثبيت السفن. بنشوفهم مبسوطين عشان رجعوا بسلامة بعد رحلة بحرية طويلة وشاقة، وبنفهم إن دي بعثة بحرية لسه راجعة مصر، وعلى رأسها أمير كبير كان الملك كلفه يروح بلاد بونت، ويقال إنها الصومال، عشان يرجع منها بذهب وعاج وبخور مقدسة وغيرها من الخيرات والنفائس. لكن الأمير فشل في المهمة ورجع خايف من غضب الملك، كان قلقان من العتاب والعقاب. وده بيلاحظه البحار المساعد بتاعه واللي كان معاه في الرحلة، فبيطمن الأمير ويهون عليه وينصحه إنه لما يقابل الملك يتكلم بصدق وثقة من غير تلعثم، ويقول له نصا: الفم هو الذي ينجي صاحبه، وإن كلامه يحفظ له وجهه. وبعدين كمشاركة أكتر في المواساة يقول له: أنا هحكي لك قصة شبه اللي حصل لك. وهنا بنروح فلاش باك نشوف فيه حكاية البحار، وإنه في مرة كان طالع في مهمة بحرية لمنطقة مناجم، ومعاه مجموعة من أفضل وأمهر بحارة مصر، وجي وصفهم بشكل فيه بلاغة عالية. كانوا على دراية بأحوال السماء والأرض، قلوبهم أقوى من الأسود، ولديهم قدرة التنبؤ بالعواصف والرعد قبل الحدوث. لكن رغم كده بتهب فجأة عاصفة شديدة ما قدروش يتوقعوها، كأن القدر ومشيئة الآلهة أقوى وأعلى من قدرات البشر، وهي اللي بتحدد المصائر. أمواج البحر هاجت والسفينة اتحطمت، الكل غرق ومحدش بيعيش إلا البحار لما بيلاقي قدامه قطعة خشب وبيمسك فيها. وبيتكتب للبحار عمر جديد. بيحدفوا الموج على جزيرة معزولة عجيبة وغريبة ومهجورة من السكان، والبحار بيقول نصا: قضيت فيها 3 أيام وقلبي هو رفيقي الوحيد. ولقى فيها زي ما بيتقال كده كل ما لذ وطاب، وكأنه في الجنة. وبعد ما البحار أكل وشبع صلى للآلهة وشكرهم، وفجأة سمع صوت مفزع زي الرعد. من قوة الصوت الأرض اتشققت والأشجار اتكسرت، ولما بص حواليه لقى تعبان ضخم طوله 30 ذراع وجسمه مطلي بالذهب. كان شكله مخيف لكن مهيب. البحار انفزع من اللي شافه وخاف أكتر لما التعبان قرب ناحيته واتكلم بصوت فيه قوة ومهابة وجبروت، وسأله أكتر من مرة نفس السؤال: إزاي وصلت الجزيرة هنا؟ وهدده لو ما جاوبش هيدمره ويحول جسمه لتراب. البحار سكت من شدة الرعب والخوف. في اللحظة دي التعبان رفعه ونقله مكان تاني، لكن من غير ما يضره أو يأذيه. وبعدها كرر نفس أسئلته تاني، لكن المرة دي البحار بيجاوب وبيحكي اللي حصل من أول الرحلة لحد وصوله الجزيرة. وبعد ما التعبان سمع الحكاية اتأثر بيها جدا، وبيطمن البحار إنه ما يخافش، وإنه هنا في أمان بفضل الآلهة اللي أنقذته من الموت وجابته على جزيرة سحرية فيها كل شيء يحلم بيه أو يتخيله. وكمان بيتنبأ للبحار إنه هيعيش على الجزيرة دي 4 شهور، بعدين هتيجي سفينة ترجعه لبلده في سلام وأمان. وبعدها بيحصل ما بينهم نوع من الصداقة والألفة، وهيحس التعبان براحة ناحية البحار ويفتح له قلبه،
ويقول له نصا: ما أروع يا صديقي أن يحكي المرء ما مر به من تجارب مؤلمة وقاسية بعد زوالها. وهنا تبان بقى حكمة التعبان لما بيصرح إن الحكي في حد ذاته نوع من التطهر الداخلي. بعدين يقول له: خليني أحكي لك قصة مشابهة لقصتك. وهنا بنشوف تكرار لنفس الجملة اللي قالها البحار للأمير في أول الحكاية، وكأن الشخصيات مرايات لبعض. وبنروح فلاش باك جديد نعرف فيه حكاية التعبان اللي بيحكي إنه كان عايش على الجزيرة مع إخواته وولاده اللي كان عددهم كبير جدا، ولأن كل ولاده كانوا شباب دعا الآلهة ترزقه ببنت فاستجابت ليه، وعاش التعبان في سعادة كاملة وسط عيلته. لكن في يوم القدر غير كل شيء لما انفجر نجم في السماء وهبطت على الجزيرة نار ولهب شديد، فاتحرقت عيلة التعبان اللي وقتها ما كانش موجود على الجزيرة. ولما رجع لقاهم جثث ورماد، فقال بحزن وأسى: احترقوا وأنا غائب عنهم، فمات قلبي من بعدهم. ورغم حزنه ويأسه الشديد بنشوفه صابر وراضي بالقدر ومشيئة الآلهة. غير انه بيدي امل للبحار لما بيأكد على فكرة الصبر ويقول له: لو قدرت تصبر هتسيب الجزيرة في يوم وترجع لأهلك وتعيش في وطنك. البحار بيتأثر بحكاية التعبان وبينحني له بتقديس، ويوعده ان لما يرجع بلده هيحكي للملك وكل الناس عن عظمته وهبته. وخلال الحوار التعبان بيقول معلومة مهمة للبحار، انه بعد ما يمشي من الجزيرة مش هيشوفها تاني، لان مصيرها هيكون الفناء وهتتحول لمية. وبعد 4 شهور البحار بيلمح سفينة جاية من بعيد عشان تتحقق نبوءة التعبان فعلا. وقبل البحار ما يركب السفينة بيودع التعبان وهو متأثر بشدة، اللي بيطمنه انه هيوصل وطنه في امان، ويوصيه يذكر سيرته الطيبة لأهل بلده، وبيديله من الجزيرة فواكه وخضروات وأعشاب وتوابل وغيره. وفي النهاية بيرجع البحار بلده في أمان، وبيدخل على الملك ويقدم له الهدايا من الجزيرة، ويسرد عليه رحلته العجيبة الغريبة ولقائه مع التعبان الحكيم الإلهي اللي صانه وحماه. فبيقرر الملك يرقي البحار، وهنا بيكون البحار خلص حكايته. فبنرجع تاني من الفلاش باك لنقطة البداية وحواره مع الأمير، ونروح بقى للقفلة اللي أنا شايفها مبتكرة جدا، لأن المتوقع أن الأمير يتأثر بحكاية البحار وكلامه، لكن اللي بيحصل غير كده. وبيرد الأمير نصا: لا تلعب معي دور الحكيم، فما جدوى أن تعطي ماء لطائر عند الفجر وتقوم بذبحه في الصباح. يعني ما تطمنيش على الفاضي وأنا كده كده محكوم عليا بالموت نتيجة فشلي في المهم. وجايز رد الأمير يبان فيه نبرة يأس، لكن بتفسير تاني نقدر نقول إنه رضا وتسليم بالقدر. ودي الفكرة اللي قايمة عليها كل الحكاية. رحلتنا النهاردة خلصت، لكن هنكمل في الحلقة الجاية تحليل الحكاية وأثرها على الأدب والسينما العالمية، وإزاي قصة البحار الغريق لسه لحد النهاردة بتلهم العالم كله.